مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع بخير، ورمضان مبارك على الجميع إن شاء الله. أكلتنا لليوم ورق العنب أو الدوالي أو اليبرة، إلها مسميات كتيرة. بس الأهم إنها كتير كتير زاكية، طيبة كتير. وهذه الأكلة اللي اجتمع على حبها كل الوطن العربي. صحيح هي بتغلب شوي وبدها قعدة باللف وبدها شغل، بس بالآخر النتيجة بتطلع كتير كتير زاكية. هلا بدي ابلش معكم بالتفصيل كيف عملتها. هالمرة انا عملتها باللحمة، ونزلتها قبل على القناة، نزلتها بالدجاج. هلا منبلش باكلتنا. اول شي عندي هون رز نص كيلو تقريبا، لان انا جايبه نص كيلو من الدوالي. غسلته ونقعته نص ساعة. بحط له معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة صلصة بندورة، وزيت زيتون، ودبس رمان. هذه الخلطة كتير كتير زاكية. وهنا عندي لحمة خروف مفرومة، فرمتها أنا على الماكينة، يعني عشان أنا حاطة كمان لحمة الخروف تحت الدواني، فحبيت إنه يكون كمان جوا تكون اللحمة لحمة خروف، مش ما تكون يعني لحمة البقرية، هيك بحسها أطيب. شوفوا الدوليات ما أحلاهم، ولا نزلوا السوق الدولي نزل جديد، فأنا على طول رحت جبت. وهلا بسلقهم بمي سخنة يعني لمدة دقيقتين 3، وبشيلهم بحطهم على طول بمي باردة لحتى انه ما يسود. يعني على طول الافضل نحط مي باردة، بضله محافظ على لونه. هلا بسلقهم كلهم. انا جبت زي ما قلت لكم نص كيلو، يعني ما شاء الله عمل طنجرة محرزة، طنجرة منيحة مليانة. هلا بلفهم على ايدي. هذه طريقة اللف اللي على الايد تعلمتها من امي، الله يطول بعمرها يا رب. اي بحسها هيك بتطلع الورقة مرتبة وبتستوي. بتستوي افضل من انه نلفها، لانه ما بشد كتير على الورقة، بحسها بتستوي اسرع. هلا بعد ما لفيته كله بحط هون معلقة زيت، وبشوح اللحمة لحتى نتخلص من اي زفرة موجودة باللحمة. بحب انا اشوحها تقريبا 10 دقايق، وبعدين بصف عليها الدوالي. هيك بحس افضل انها تنحط نية عشان الزفرة والريحة. هلا بعد ما شوحت اللحمة بدي أصف الدوالي فوقها. بحاول أصفهم هيك بطريقة مرتبة، عشان لما أسكبها تطلع مثل القالب، يعني تطلع بشكل أرتب. هذه اللحمة شوحتها بس ما ضفت لها ولا إشي، لأنه إحنا بدنا نسويها بالمرقة. هلا بحط على المرقة شوية مكونات هي بتتشربها اللحمة. وهيك صفيت ورق العنب الدوالي. بدي أعمل هلا المرقة. طبعا هون صفيت كم من حبة بطاطا، حبة بطاطا واحدة يعني شرحتها، لأنه أولادي كتير بحبوا البطاطا تحت الدوالي. حطيتها فوق الدوالي مشان إنها تحافظ على لونها وتضلها حبة البطاطا تضلها في لونها، محافظة على لونها، ما تصير على سواد. يعني في ناس بيقولوا إنها إذا حطينا بطاطا بتختلف طعمة الدوالي أو بتشرب الحموضة. هذا أنا طول عمري بحط بطاطا، ما بيأثر أبدا على الطعم. عندي هون الماي، بحط معلقة كبيرة تقريبا ملح، وعصرة حامضة كبيرة، وبحط زيت زيتون، وبحط دبس رمان، ومعلقة صلصة بندورة. هذه المرقة بتعطي طعم للدوالي، طعم رهيبة، طلعت بتجنن. يعني أنا لازم أحط صلصة بندورة بالدوالي، بحسه أطيب. هلأ بسكبها بديرها على الدوالي، وبحرك الدوالي لحتى إنها تنزل المرقة تحت، وبحطها على الغاز لحتى تغلي. أخدت مني تقريبا
ساعتين ونص، يعني ركبتها على 3، على 5:30 كنت مطفية عليها، يعني قبل الأذان تقريبا بربع ساعة. هلأ بشيل الصحون وبسكبها. هي الأفضل، أنا كنت عشان يعني ربع ساعة وبأذن فسكبتها على طول. أحيانا أنا بترك الدوالي يعني تقريبا نص ساعة قبل ما أسكبه لحتى يتشرب كل المرقة، وبطلع متماسك وطعمته كتير زاكية. شايفين المرقة اللي نزلت؟ يعني قليل كتير متشرب كل المرقة. خليته طبعا على نار، بالطبيخ على نار كتير كتير هادية، وطلع الدوالي بس ساعتين ونص طلع دايب دوب كتير كتير زاكي. وصحتين وعافية إن شاء الله. وبتمنى هذه أكلتنا لليوم إنها تعجبكم، وإن شاء الله راح أشوفكم بالوصفات التانية بإذن الله. ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم بإذن الله. إن شاء الله بشوفكم على خير بإذن الله. مع السلامة، باي باي، الله معكم.